موجز أخبار الصحراوية نيوز، أهلا بكم. أعلن الملك محمد السادس أمس عن إلغاء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى لهذا العام نظرا للتحديات المناخية والاقتصادية التي يواجهها المغرب، خاصة الجفاف المستمر ونقص الماشية. وأوضح في رسالته أن الاحتفال بالعيد في ظل هذه الظروف قد يشكل عبئا على الأسر ذات الدخل المحدود، داعيا المواطنين إلى إحياء المناسبة بالصلاة الجماعية وتعزيز التضامن. كما اتخذت الحكومة تدابير لتخفيف تأثير نقص اللحوم، منها استيراد 100,000 رأس من الأغنام من أستراليا وتعليق الرسوم الجمركية والضرائب على اللحوم المستوردة. وقد لاقى القرار ترحيبا واسعا باعتباره خطوة حكيمة تراعي مصلحة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة. في خطوة تعكس عمق العلاقات بين المغرب وفرنسا، نظم رئيس مجلس المستشارين السيد سيدي محمد ولد الرشيد مأدوبة عشاء على شرف رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي والوفد المرافق له، حيث حضر هذا الحفل شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والعسكرية والمدنية. الحدث شكل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي ومناقشة مشاريع تنموية واعظة. كما استقبل السيد مولاي حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون صباح اليوم الثلاثاء 25 فبراير وفد مجلس الشيوخ. من خلال هذا اللقاء أكد رئيس مجلس الشيوخ السيد جيرالد لارشي عن دعم فرنسا المستمر للوحدة الترابية للمغرب. كما تم استعراض المشاريع التنموية الكبرى في العيون التي جعلتها مركزا اقتصاديا واعدا. بدوره أعرب لارشي عن تقديره للتطور الذي تشهده المدينة، مؤكدا عن دعم فرنسا لوحدة المغرب واستقراره. في خطوة لاقت استحسان المواطنين، قام هذا الأسبوع الشاب عبد الإله بمبادرة جريئة لتخفيض سعر السردين إلى 5 دراهم للكيلوغرام في مراكش وسط ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المغربية. المبادرة جاءت بعد أن عمد عبد الإله إلى شراء السردين مباشرة من الموانئ وتوزيعه دون وسائط، ما كشف عن الفارق الكبير بين سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك. وقد شهدت نقط البيع التي وفرها إقبالا واسعا من المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم لهذا التخفيض، داعيين إلى تعميم مثل هذه المبادرات لكسر الاحتكار. في المقابل يرى المراقبون أن هذه الخطوة تضاعف دور الوسطاء الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار، مما يفتح النقاش حول ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. نظم الاتحاد الموريتاني لكرة القدم حفل عشاء رسمي مساء الثلاثاء 25 من فبراير بمناسبة إطلاق أكاديمية الفيفا للمواهب في نواكشوط، وهي الأولى من نوعها في إفريقيا. شهد الحفل حضور شخصيات سياسية ورياضية بارزة، من بينها نائب مسؤول الاتحادات الأعضاء في الفيفا والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي في إفريقيا فيرلاندز. كما تم خلال المناسبة وضع حجر الأساس لمشروع توسعة ملعب الشيخ بيدية بهدف تعزيز البنية التحتية الرياضية في البلاد. تأتي هذه المبادرات في إطار جهود تطوير كرة القدم الموريتانية ودعم المواهب الشابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. تم صباح اليوم الأربعاء 26 من فبراير تدشين المزيج مول في مدينة العيون، وهو مركز تجاري وترفيهي عصري يعد بفتح آفاق جديدة للتجارة في المدينة. يضم المول أشهر العلامات التجارية المحلية والدولية، إضافة إلى مرافق ترفيهية متكاملة، مما يجعله وجهة مثالية للتسوق والترفيه. ويعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز الدينامية الاقتصادية في العيون، حيث من المتوقع أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم النشاط التجاري في المنطقة. نظمت المحكمة الابتدائية بالعيون صباح يوم الخميس 27 من فبراير يوما دراسيا تحت شعار السلامة الطرقية، سلوك ومسؤولية بمقر المحكمة، وذلك احتفاء باليوم الوطني للسلامة الطرقية. يأتي هذا الحدث في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي المروري وترسيخ ثقافة احترام قوانين السير بهدف الحد من حوادث السير وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانا. بقلوب مليئة بالحزن والأسى وبإيمان بقضاء الله وقدره، تلقينا بوفاة المغفور لها بإذن الله أيقونة الفن الصحراوي الأصيل ماريا غايا. وبهذا المصاب الجلل يتقدم طاقم جريدة الصحراوية نيوز بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرتها الكريمة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ابقوا معنا للمزيد من التفاصيل في النشرات القادمة.